خديجة، أسأل الله أن يبارك لك في زوجك محسن ويفرحك ويسعد قلبك بملاك ومحمد وعلي. اللهم آمين آمين آمين. فتيحة، الله يبارك لك في عبد الكريم ويهدي لك أسماء ويفرحك بها ويجعلها أشطر وأحسن وأجمل وأحلى سمكة في الدنيا. ازيك يا سمكة؟ انت شاطرة يا أسماء وأنا بحبك قوي، وبحبك لما تسمعي كلام ماما وبابا كمان وخالته فاطمة برضه. الله يسعدك يا أسماء ويسعد أنور والعسولة الصغيرة عائشة. السلام عليكم يا عائشة، فاكراني؟ أنا اللي كلمتك قبل كده وقلت لك إزيك. السلام عليكم يا عائشة. الله يحفظك يا فتيحة ويحفظ لك أولادك وأهلك وذريتك. اللهم آمين آمين آمين. سعاد، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى محمد زوجك وعبد الإله وزكريا صديقي. السلام عليك يا زكريا، فاكرني؟ فاطمة، الله يسعدك ويرضيك ويرضيك ويجعل طاعتك وخدمتك لأمك في ميزانك ويتقبل منك صالح الأعمال. وانت يا حاجة حليمة، الله يعطيك العافية والصحة ووالدينا ويحسن وإيانا وإياك خاتمتنا. اللهم آمين آمين آمين. سعيدة، من فضلك ادفعي حق الحلوى اللي بتاخديها في حفلة فاطمة، وإلا ولا بلاش مش هقول. أنا بمزح معاك. السلام عليك يا سعيدة، انت طيبة وتستاهلي كل خير. الله يبارك لك ويرضيك ويرضيك ويعينك على تربية عيالك، تربية ترضي الله تبارك وتعالى عنك وعلى نهج رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبارك لك في حسن زوجك وفي أسماء وفي آية وفي صفا وفي مروة، ويفرحك بهم ويجعلهم خير أهل الأرض والسماء، ويرزقهم الفهم وتثبيت المعلومة، ويثبتهم على دين الإسلام، ويحفظهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين آمين آمين. جمال، أخي وصديقي، علمت من فاطمة أنك مريض، فأسأل الله القدير رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، ويبارك فيك ويرضيك ويقويك ويعلي قدرك ويرزقك حسن الخاتمة. أم جمال، السلام عليكم. فاكراني؟ أنا كلمتك مرة قبل كده، أنا ما نسيتكيش. ممكن تكون أنت نسيتيني لكن أنا ما نسيتكيش. فاطمة وصتني إن أدعي لك، فاللهم يا رب ارضى عن أم جمال وعن أمي وأم فاطمة وأمهاتنا وأم من قال آمين. اللهم آمين آمين آمين. السلام عليكم يا أم جمال من أطيب وأطهر بقاع الأرض، أم ريم، عطر الجنة الغائبة الحاضرة. أسأل الله أن تكوني دوما بخير وفي خير، وأن يبارك لك في أولادك وأهلك وزوجك، ويرزقك راحة البال ويكبر بخاطرك. دي الدعوة المدينة ليكي. اللهم آمين آمين آمين. أم رامي، مسك الختام وما أحلى الختام، ووالله أنت كذلك ولا نزكي على الله أحدا. الله يرضيك يا أم رامي ويرضيك ويشفي أبو رامي ويبارك لك في عيالك البنات ورائد ورامي الصبيان، ويسعدك ويفرحك بهم عاجل غير آجل، ويثبت أبو رامي ويعينه ويقويه على ترك السجائر. وأبشره بأن من ترك شيئا لله بدله الله خير منه، وسينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره الله تبارك وتعالى من أي الحور العين شاء. اللهم يا رب بارك له في صحته وفي وقته، وبارك لأم رامي وارضها وارض عنها، وجعل أبويها راضيين عنها يا رب، ويجعلك بر بأمك ويرضي أمك عنك يا أم رامي، وأن يبني لك ووالدينا وكل من قال آمين بيت في الجنة. اللهم آمين آمين آمين. ياسمين، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي لك أمك ويبارك في عمرها ويحميها من كل مرض وألم وشر ومكروه، ويحمي اخواتك عبد الله ونهاد ونيلي ونادين، ويبارك لك فيهم ويبارك لهم في أولادهم وأزواجهم، ويبعد عنهم كل شر ومكروه وحاسد إذا حسد، ويسترها معاهم في الدنيا وفي الآخرة. وأن يسعدك يا عبد الله يا أخوها وتلاقي بنت الحلال الصالحة، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة التي تقر عينك وتسعد قلبك وترزق منها بالذرية الصالحة. وأن يشفيك يا نيلي يا قلب أختك ويهديك ويمن عليك بالعافية وراحة البال، ويجعل نصيبك منها النصيب الأكبر، ويبارك فيك يا حسام ويوسع عليك في رزقك ومالك وفي صحتك، ويجعل أوفر حظك ونصيبك من كل دول كلهم يا رب.
ويرزقك انت وزوجتك عن قريب زيارة بيته الحرام، وان تلاقي سكن وشغل في مدينة رسول الله وتستقر هناك، ويرزقك الله تبارك وتعالى بالذرية الصالحة الصحيحة في البدن والدين، وأن يجعلهم من حفظ كتابه، اللهم آمين. وارزقهم يا رب الثبات على طاعتك، واجعل يا رب حسام أفضل الرجال في عين ياسمين، واجعل ياسمين يا رب أجمل النساء في عين حسام، وعينهم يا رب على طاعتك وحسن عبادتك، وثبتهم يا رب، واملأ بيتهم يا رب طاعة ومودة وحب يا رب، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ابعد عنهم كل حاقد وحاسد وأي حد عاوز يفرق بينهم يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. خذ لياسمين حقها يا رب، يا رب خذ لها حقها ممن ظلمها وكل حد بكاها وجرحها وقهرها يا رب، يا رب رحمتك وعفوك ورضاك على والدها يا رب. رسولك وحبيبك محمد قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم ولد صالح يدعو له. فاللهم يا رب أسألك أن تكون ياسمين هي من الأبناء الصالحين، وأن تتقبل منها الدعاء يا رب. اغفر لوالدها وأبدله دارا خيرا من داره، ووسع له في قبره مد بصره، وأبدل سيئاته إلى حسنات، وافتح له في قبره يا رب بابا إلى الجنة يرى منه مقعده في الجنة. اللهم يا رب هذا الدعاء وعليك الإجابة، ومنا الجهد وعليك التكلان. اللهم يا رب وسع لهم، اللهم يا رب وسع عليهم، اللهم يا رب ارزقهم من واسع فضلك، اللهم يا رب بارك لهم فيما أعطيتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.